السلام عليكم. الدوري الماسي أول سباق في هذا الموسم كان يوم 20 أفريل 2024. مشاركة مغربية عبد العاطي القص. عبد العاطي أمامكم على الشاشة. سيزن بيست ديالو دقيقة 45 28. بيرسونال بيست 1:44 52. بطل العالم ماركو أروب، واحد اللي مجرب في 1:42. كين يامال واحد من أحسن العدائين الكينيين. المرشح رقم واحد هو أروب. هذا كان ملتقى تيامين في الصين. إذن أعطيت انطلاقة السباق. فهنا غادي نلاحظوا التكتيك ديال العداء المغربي القص. الورد ليد 43 94. ففي هذا السباق القص اختار انه يبدا من الخلف، العكس ديال السباق اللي كنا شفناه في شونغاي. فالقص عبد العاطي فضل على انه يكون في الامام. بطل العالم اروب في المركز الثاني 50 21 الدوره الاولى، ايقاع شيئا ما سريع. فالقص بقى في الخلف. ربما بدايه الموسم ما يكونش خدم على السرعات كتير، ربما انا تنقول احتمال ما خدمش على السرعات كتير، وبالتالي فضل على انه يبدا من الخلف ويطلع بالتدريج. ولكن هذا التكتيك كنظن ماشي هو احسن تكتيك بالنسبه لهذا العداء، لانه فاش غادي يغير التكتيك في الاسبوع اللي يكون بعد تيامين غيقدر انه يحقق رقم احسن. فاوروبا كيحتكر السباق. فان تقريبا جوج ديال الكوكبات، الكوكبه الاولى فيها كين يامال واروب. الاول والثاني غيكون تنافس كبير بيناتهم، والقص هنا غيصعد، يقدر انه يصعد شيئا ما نحو المراكز الاولى. استماتة كبيرة من أروب. فوز أروب فوز كبير. العاطي القص مركز الثامن. إذا أروب تحقق الورد ليد 41 62، أحسن رقم في الموسم. في ديك الوقيته فاش كنجرى هاد السباق، يعني في 20 أفريل 2024، القص مركز محترم ويقدر أنه يحسن في السباق اللي مور هاد السباق المركز ديالو، وغيدير تكتيك مخالف. نتمنوا ليه التوفيق، ونتمنوا نشوفوا في الالعاب الاولمبيه عداء اللي كيشتغل، وكذلك لا قدر انه يخدم كتير على السرعات ديالو، فتنظن يقدر يدير ارقام احسن وافضل، ويهبط كاع على البيرسونال بيست ديالو. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.